ايه المشكلة بتاعتك يا صادق؟ اتكلم لغة عربية فصحى. ألم بالغضروف. مين قالك ان هو في الغضروف؟ على المستوى الثالثة والرابعة ها؟ الدكتور بتاع العظام قال لك كده. ايوه حبيبي. طيب وكان ظهرك ايه؟ قافش كده ظهرك وكنت ماشي معوج؟ ايوه كان. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ قاعد تتمرجح على ايه؟ ها؟ ايه اللي قاعد تتمرجح على ايه؟ ده علاج ده ولا ايه ده؟ هذا حسن شوية. احسن؟ اول مرة تعمل الجلسة دي؟ أول مرة. اول مرة. ايوه. كنت انت رافض صح؟ ايوه كنت رافض. ليه كنت رافض ليه؟ في ألم زيادة. في ألم. يعني احنا جايين نعذبك يعني ونزود لك ألمك. ايوه. ما كنتش واثق فين ها؟ يعني شكل العمود الفقري مريح جدا على الكرة اهو. تمام؟ مريحين لك راسك على كرة تانية صغيرة. تمام؟ انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ تمرينات في ركبك ورجليك وفي نفس الوقت ايه؟ فرد العمود الفقري. احسن شوية؟ بنسبة كام في المية؟ 10 ولا 15؟ 50%. متعود انت على المسكنات ها؟ بالك قد ايه بتعاني من ظهرك ده اللي قافش ده؟ شهر شوية. شهر يا صبرك. ضغط الدكاترة ولا بتنطنش؟ كنت استخدم مهدئات. مهدئات مسكنات. ايوه. القط كنت بتخزن بالقط برضو ولا؟ خزن باليمن. لا وهنا ما تاخدش القط، ما القط بيسكن الألم برضو ما خزن ويطمس احسن شوية؟ طب كويس، شد حيلك ربنا معاك. نصيحتي ليك بقى انك تكمل التمرينات دي في البيت ها؟ هيصبح عندك جهاز زي ده الكرة الطبية ديت تعمل نفس الحركات ديت والتمرينات دي في البيت. تمام؟ اصبح علاجك منزلي، مش محتاج انك تروح تقسم العلاج الطبيعي عشان تعمل نفس الكلام ده تدفع لك 200 او 300 ريال في جلسات زي كده. وحتى لو عملت عندك 23 ساعة في البيت تقدر تعمل لهم تمرينات تانية لتقوية العمود الفقري. وقعدك على الكرة ديت اصلا صحي في حد ذاته، القعاد هيقوي لك العضلات المثبتة للهيكل العظمي، هتحميك الغضروف في خلال اقل من اسبوع ان شاء الله هتلاقي نتيجة طيبة. اذا سمعت الكلام، اذا نشفت مخك زي ما احنا كنا ملامسين في اول في البداية النهارده، كان مخك ناشف صح؟ كنت عاوز تخرج ناشف مخك، مش كنت معترض دلوقتي مش عاوز تروح؟ في ألم في ألم. ما هو الألم ايوه، ما هو ده اللي يخلي نشف مخك وش متوافق فينا الاول. لكن دلوقتي هو قاعد عاوزين راح وانت قاعد ليك رايح جاي رايح جاي. هتخلص امتى؟ ها؟ كفايه ولا كمان؟ كفي؟